ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناة مطبخ وافكار سونا. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشمسي بأسهل طريقة وبدون تعجين. لو نفسك كده تاكلي عيش شمسي ومش بتقدر تعمليه عشان ما عندكيش مجارس، كمان ما عندكيش المطرحة اللي بيتعمل بها العيش، وكمان ما عندكيش الفرن البلدي وبتحتاري في الخميرة بتاعته انك لازم تخمريها من قبلها بليل. في فيديو النهاردة هنعمل العيش الشمسي بأسهل الخطوات وبأقل الإمكانيات، من غير بقى ما نعمل خميرتين، وكمان من غير الفرن البلدي هنعمل فرن البوتاجاز، ومن غير لا مجارس ولا مطرح. شايفين منظر العيش؟ بالأمانة كده كان طالع روعة. وهنعمله كمان بكمية قليلة جدا، يعني بكيلو واحد من الدقيق هنعمل الكمية اللي انتوا شايفينها دي. فيلا بينا كده نشوف هنعمل ازاي مع بعض واحدة واحدة. انا معايا كيلو من الدقيق، دقيق لجميع المخبوزات، اي نوع دقيق عندك هينفع معاكي. هحط عليهم كده معلقة صغيرة من الملح، وكمان هحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر. انا هنا حاطه بيكنج باودر لان انا مش هعمل خمرتين، فلازم العيش بتاعي يكون فيه محسن عشان يبقى معانا حلو كده ومنتفخ، وكمان بيكون الطعم روعه. طيب حطيت الملح وحطيت البيكنج باودر على الدقيق وهنقلبهم مع بعض. دول كيلو، يعني ما يعادل كده 8 كوبايات، من 7 ل 8 كوب. هنجيب بقى هنا الطبق اللي هنعجن فيه. المية بتاعتنا بتكون دافية. انا هنزل بالميه مره واحده، لكن انتوا انزلوا بالميه قليل، يعني حطوا كوبايتين بس ما تحطوش ثلاثه لو اول مره تعملوه. انا هنا نزلت بثلاث كوبايات من الميه، 3 كوبايات ميه دافيه. خلاص، وهملى الرابعه كده هخليها جنبي عشان لو احتجت، لان بيختلف نوع الدقيق من نوع لنوع، في نوع بيشرب ميه وفي نوع ما بيشربش ميه. فالميه مش لازم تبقى زي ما انا حطيت، ممكن تكون عندك اقل او اكتر. نزلت عليهم بمعلقه كبيره من السكر وكمان كيس من الخميره الفوريه. هنا الجو دلوقتي يعني بدأ يبرد، فأنا حطيت الكيس كامل، لكن لو الجو حر في عز الصيف حطوا كيس إلا ربع، يعني معلقة إلا ربع من الخميرة، ما تكونش المعلقة مليان. هنزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة من الخل، ما تخافوش من الخل، ولا هيعمل ريحة ولا طعم ولا أي حاجة، لكن ده محسن للعيش بتاعنا. أقلب كل الكلام ده مع بعض. طيب أنا هنا هعجن على طول لأن أنا متأكدة من الخميرة بتاعتي. لو انت مش متأكدة من الخميرة بتاعتك هتعمل اختبار الخميرة. انا عملته معاكم قبل كده كتير. هتحط حبة دقيق على المية دي وهتغطيهم وتسيبيهم كده لما يفوروا، وبعد كده تكمل الخطوات. لكن انا هنا هعجن معاكم على طول. واهم خطوة في نجاح العيش الشمسي هو طريقة العجن. فانا الصراحة يعني الفيديو طول شوية، بس عشان ابين لكم الخطوات واحدة واحدة، عشان المبتدئ اللي ما عملتش العيش الشمسي قبل كده تعمله معايا بنفس الخطوات وهينجح معاها من اول مرة. انا بدات اعجن، خدت العجين كده من النص لبره زي ما انتوا شايفين لغايه كل الدقيق ما اختفى، وزودت كمان حبه ميه، يعني انا كده اخدت 3 كوبايات ونص من الميه. شايفين العجينه عامله ازاي؟ طريه وفي نفس الوقت ملزجه لكن مش سايحه، يعني هي بتكون طريه وملمسها ناعم لكن متماسكه. اهم خطوه انك تعجن كويس، زي طريقه العجن اللي انا بعجنها دي كويس. باخد العجين من تحت لفوق بحيث تعملي له عرق. لو الدقيق بتاعك مش دقيق كويس وملهوش عرق، طريقة العجن بتاعتك هي اللي هتعمل له عرق. والمية تضيفيها في الآخر كده حبة بحبة، يعني يا دوبك بل الإيد، معلقة معلقة، بحيث ما يطراش منك زيادة. لو طري منك زيادة هتزودي دقيق، ولو ناشف معاكي هتزودي له مية. تاخدي العجين كده زي ما انتوا شايفين من تحت لفوق، ودي اهم خطوة زي ما قلت لكم عشان العيش بتاعك يطلع كده طعمه حلو وكمان منتفخ. فالعجين بالطريقة دي هو اللي هينجح معاك العيش الشمسي. هتاخدي العجين كده اهو من تحت لفوق بحيث تعملي له عرق. هتلاقيه كده بدأ يمط معاكي. اول ما يبدأ يمط معاكي وينعم، تكون العجينة كده ناعمة ما فيهاش اي تكتلات، كده يبقى العجين بتاعك صح. يعني كده هتبدأي تعجني فيه حوالي كده 10 دقايق، 10 دقايق متواصلين تعجني بنفس الطريقة. طبعا لو عندك عجان هيسهل عليك الدنيا، بس مش الكل عنده عجان، وانا عجنت على ايدي لان انا كمان ما عنديش عجان، فحبيت اوريكم الطريقة بالتفصيل. شايفين المطة اللي في العجينة؟ كده يبقى العجين بتاعك تمام. ايدك كل شوية كده بليها بالمية بحيث تعرفي تعجني بيها العجين وتقلبيه. هنا عشان اتأكد العجينة بتاعتي مظبوطة ولا لا، طبعا بليت ايدي وبعد كده هاخد قطعة كده اللي هي اسمها الرغيف بتاعنا، يعني على كده الرغيف اللي انت عايزاه سواء كبير صغير على حسب ما هتعرفي تقطعيه. خدت كده كمية من العجينة على ايدي بالشكل ده، وهرجعها تاني في الطبق كده وهثبتها بالشكل ده اهو. لو العجينة ساحت معاكي على طول بسرعة كده يبقى هي طرية ومحتاجة دقيق،
لكن لو انت قطعتيها وزي ما هي ثابته مكانها اهو، شايفين يا دوبك ملت كده حبه وثبتت كده، العجينه بتاعتك تمام التمام، مش محتاجه ولا ميه ولا محتاجه دقيق. شايفين منظر العجينة ناعمة ازاي، وشايفين المطة اللي فيها، كل ما هتعجنيها كويس هتديكي عيش كويس. خلاص كده بالشكل اللي شايفين، انا باخد العجينة من تحت لفوق. خلاص كده خلصنا عجن، هنلم العجينة بتاعتنا وبرضه هنبل ايدينا بالمية، يعني يكون في طبق كده جنبك فيه مية. شايفين انا الكوباية الرابعة ما خدتهاش كلها، يعني انا خدت كده حوالي 4 كوبايات الا ربع. وزي ما قلت لكم بتختلف المية من عجنة لعجنة على حسب الدقيق، في دقيق بيشرب مية وفي دقيق ما بيشربش مية. انا خلصت كده هغطيه كويس وهسيبه كده لغايه ما يختمر، يعني باجي على حسب الجو عندك. انا ما اخدش عندي الصراحه يعني نص ساعه، لان كان لسه الجو دافي مش برد زياده، وانا كنت عاملاه بالنهار يعني. خلاص كده اختمر معايا وبقي تمام، هركنه على جنب وهحضر بقى. انا ما عنديش مجارس، لكن عندي صواني البسبوسه، وعندي كمان الاطباق بتاعه الاكل بس اللي تكون مسطحه يعني متساويه كده، ما يكونش فيها حفاء. أبدأ أجيب الردة أو الرش زي ما عندنا في الصعيد اسمه رش، طبعا معروف بالردة، بيتباع عند العطار أو في الأفران بتاعة العيش. هتيجي بكده وتحطي في الصينية بتاعتك اللي هي صينية البسبوسة كمية كده ترشيها فيها. طيب أنا ما عنديش ردة ومش عارفة أجيبها، هتدهن الصينية بتاعتك بالزيت وبعد كده هترشي عليها رشة من الدقيق كده تمام. لو ما عندكش ردة، أبدأ كده برضو أجيب الأطباق بتاعتي وأحط عليها الردة بالشكل ده. الكيلو من الدقيق يعمل معاكي حوالي 4 ترغفة، 4 ترغفة حلوين كبار زي ما انتوا شفتهم كده في أول الفيديو. طيب أنا هنا عملت الأطباق بتاعتي بالردة، وكمان عملت الصواني بتاعتي، وهنبتدي بقى نقطع. أنا عشان أقطع العجين لازم يكون جنبك طبق من المية، مش هقولك زيت، المية أفضل، في ناس بتعمل بزيت براحتك بس المية أفضل، وطبق فيه حبة من الرش وطبق فيه حبة من الدقيق، والأطباق اللي احنا رشيناها بالرد. طبق جنبك مية، هنبل ايدك بالمية وبعد كده هنهبط العجين كده من التخمير بتاعه وهنبتدي نقطع. هتقطعوها بقى بالطريقة اللي تعجبكم، سواء صغير كبير وسط، الحجم اللي انتوا عايزينه اعملوه. لو انت اول مرة تعمليه مبتدئة فيه واول مرة، ما تخليش الرغيف بتاعك كبير عشان يستوي معاكي حلو وتظبطيه في التسوية، فكده تخليه وسط هيطلع معاكي تمام. انا هنا خدت كمية من العجين بايدي، بمسكها كده وبظبطها بايدي التانية، شايفين اهو مسيحاش يعني طرية وملزجة وفي نفس الوقت متماسكة. انزل بيها الاول على الدقيق، ابطنها كده من تحت اهو بالشكل ده، وبعد كده هاخدها بايدي برضو واحطها على طبق الردة بالشكل ده برضو. هتقولي طب ايه لازمتها الخطوات دي؟ لما تحطيها على الدقيق فانت كده خليتي الملمس من تحت مش طري جوي، عشان ما يلينش معاكي ويلزق في الصينية بتاعتك. بعد كده حطيناه في الصينية اللي احنا هنسوي فيها او اللي هنسيبه يختمر فيها. برضو هبل ايدي واخد كمان قطعة تاني بحيث اقطع كده العجين على حسب التقطيع اللي انت عايزاها والكمية اللي انت عايزاها سواء كبيرة او صغيرة. هاخد برضو كده بايدي بل ايديا الاتنين مية، وباخد القطعة كده بحطها على ايدي التانية، وبعد كده بنزلها على طبق الدقيق وارجع كمان اخدها تاني. على فكرة الموضوع سهل جدا، انتوا متهيألكم انه صعب لكن بالامانة سهل جدا، يعني لو اول مرة تعمليه هتعمليه بكل سهولة. بعد كده حطيناه على الردة، وبعد كده هرجع واحطه في الطبق اللي هسيبه فيه يختم بالشكل ده. انا هعمل كل الكمية معايا. معلش مرة تاني الفيديو طويل عليكم، بس للأمانة أنا مرضيش أحذف منه مع إن أنا مسرعة فيه كتير، بس حبيت أخلي الخطوات واحدة واحدة قدامكم عشان تشوفوه خطوة بخطوة. اخدت قطعة تاني كده من العجين برضو، وايديا ببلها مية بين كل تقطيعة وتقطيعة، وبحط الاول قطعة في الدقيق، بعد كده بحطها على الردة، بعد كده بحطها على الطبق او الصينية. كان فاضل معايا اخر كمية في الطبق تعمل رغيف واحد كبير زي اللي انا عملته، بس انا حبيت اعملهم 2 زغنطتين. ده عندنا في الصعيد هنا بنسميها حنونة او بيبي عيش او عيش نونة صغير، فسموه زي ما تسموه. دي الأطفال بتحبها جدا وبتفرح بيها، فأنا كده القطعة الكبيرة قطعتها على قطعتين وخليتهم كده قطعتين صغيرين. كده العيش عمل معايا قولوا حوالي 4، يعني 3 كده كبار و2 صغيرين. أبدأ بقى أبطط العيش أو أسلم العيش بتاعي. بحط ايدي كده كفة ايدي في الدقيق، وبعد كده بملس بيها على وش العيش. ما تدوسيش قوي، انت حاولي تفرديه بس ما تدوسيش على العيش وتضغطي قوي.
بالنسبة للعلو على حسب ما انت عايزة، لو انت عايزة القلب بتاعه يكون عالي وسميك كده لفوق، مش هتبططيه قوي، يعني هتخليه كده حوالي سنتي ونص. لكن انا الصراحة بحب العيش كده ما يكونش فيه قلب كتير، فانا مخليه يا دوبك كده ارتفاع سنتي. وده برضه على حسب ما انتوا عايزين، بس حاولوا ما تبططوهوش اكتر من كده عشان يبقى ليه قلب برضه ويبان ان هو عيش شمس، يعني ما يبقاش عامل زي المرحرح او المنطط. فانا هبتدي كده اسلم على العيش او ابطط في العيش كده بالراحة، وابل ايدي، احط ايدي في الدقيق وارجع احطها تاني على العيش من غير ميه، يعني انا بحطها كده في الدقيق وبملس على كده العيش من غير ما ابل ايدي ميه، يعني انا ايدي ناشفه. تمام. وهساوي العيش كده من على الوش، وادي الارتفاع بتاعه زي ما انتوا شايفين كده حوالي سنتي. لو انتوا عايزين قلب العيش زي ما قلت لكم عالي سميك كده زي التوست، فهتخلوه اعلى بشويه كده لسنتي ونص او 2 سنتي على حسب ما انتوا حابين. وادي كمان هنا الصغيرين اهم. انا حاطه رده بينهم عشان ما يلزقوش في بعض، عشان انا حاطاهم في الصينيه، يعني اهو بحاول احط الرده كده بين الرغيفين عشان ما يلزقوش في بعض. برضو هظبط كده الرغيفين، ومش هبططهم قوي زي ما قلت، اوعى تبططهم قوي، يعني لو انت عايزه الارتفاع زي ما انا عاملاه كده هتخليه سنتي، لو عايزاها اعلى من كده هتخليه حوالي سنتي ونص او يعني ما يعادل عقل الصباع. تمام. خلصت كل الكميه. طيب انا دلوقتي هحطهم في الشمس، لكن لو انت ما عندكيش شمس هتخليهم مكانهم كده وتشغل عليهم المروحة وتسيبيهم هيختمروا. او لو مش عايزة تشغل المروحة ممكن كمان تدفي لهم المكان، انك تولعي فرن البوتاجاز وتحطيهم هم كده على الارض او على باب الفرن كده حوالين الفرن، برضه هيختمروا. لكن طبعا لو عندك شمس هتحطيهم في الشمس لغاية الرغيف ما يعلى كده وحجمه يتضاعف. شايفين اتضاعف ازاي؟ كده يبقى هو اختمر وتمام التمام. انا كل الكمية معايا اهي اختمرت بالشكل ده. طيب انا هنا عاملة كيلو واحد، لو انت عاملة بقى 2 كيلو او اكتر، بعد ما عجنتيهم وخمرتيهم قطعي نصهم وسيبيهم، وبعديها بربع ساعة أو نص ساعة قطعي باقي الكمية. ليه؟ عشان لما تيجي تسويهم في الفرن طبعا مش هيستووا كلهم مرة واحدة، لأن احنا هنسويهم في فرن البوتاجاز، فتسوي الكمية الأول على ما تسويها تكون الكمية التانية اختمرت معاكي. أنا هنا قلبت العيش بقى. تحاولوا تقلبوه بقى على ايديكم، لو مش هتعرفوا زي ما أنا عملت بالأمانة سهل، يعني هتحطي كفة ايدك كده وتقلبي بها الرغيف. لو لقيتي حتت كده العجينة بانت من تحت، غطيها بالردة او غطيها بالدقيق عشان ما تفتحش معاكي زيادة. مش هتعرفي تقلبيها على ايدك زي ما انا عملت، هتجيبي طبق تاني وتحطيه وتقلب عليه العيش في الطبق التاني. انا رجعته في الطبق ده عشان الطبق ده يعني كده متساوي مسطح شوية عشان اعرف اتعامل معاه. وهشيل بقى الردة الزيادة من على العيش بالشكل ده. الردة دي مش هتترمي، الردة دي بعد ما هتخلصي هتلميها وهتشيليها تعملي بيها المرة اللي بعدها، لان طبعا نظيفة يعني ما توسختش مننا ولا اي حاجة. هبدأ اقلب العيش كده واشيل الردة الزيادة اللي عليها من على الوش بالشكل ده اهو، زي ما انتوا شايفين. انا شلت الرغيف ده من الصينية، حابة تقلبيه وترجعيه تاني في الصينية برضو تمام بحيث تسويه في نفس الصينية. انا هو حطيت تاني في الصينية، يعني تقدري تعملي العيش زي ما هو جوه الصينية وتسويه بنفس الصينية. لو انت مش هتعرفي تقلبيه عادي ممكن تسيبيه زي ما هو اختمر جوه الصينية، وتعمل خطوات الفتح اللي احنا هنعملها دلوقتي وتسيبيه في قلب الصينية بالردة بتاعته وتسويه برضه في الفرن. يعني كل الخطوات هتنجح معاك. سبته كده مقلوب حوالي ربع ساعة لغاية ما أشغل الفرن وأسخن. بعد كده هبدأ أرجع العيش تاني على وشه الأولاني، وهبدأ كده بدبوس إبرة أو بحاجة رفيعة جدا، خلي السنان سكينة رفيعة دبوس إبرة أي حاجة. وهبدأ كده أفتح العيش داير ما يدور، يعني كده حوالين داير كله. أنا بحب أفتحه كله كده دايرة بحيث يطلع معايا الرغيف مدور. في ناس طبعا بتحب تفتح كده جوانب منه، فبراحتكم اللي انتوا عايزينه. وكمان اضغط عليه ضغطة كده من فوق خفيفة، اوعي تضغط يعني تفطسيه، لا، ضغطة خفيفة بحيث العيش لما يستوي معاكي الوش ما يبقاش فاصل عن القلب. فهنقلب كده العيش اهو زي ما انتوا شايفين، هننضف وشه من الردة. وبعد كده هبدأ بدبوس إبرة كمان كده اهو، وابدأ افتح الجنب بتاعه. هو بيبقى صعب شوية لانه بيبقى طري، فيعني بالراحة كده وفتحوه، مش لازم كله داير ما يدور، لا، ممكن لو مش نافع معاكم تفتحوه حتت حتت كده او من على الجناب، يعني زي ما انتوا حابين. زي ما قلت لكم بحب افتحه كله كده عشان يبقى مدور. وادي الضغطة الخفيفة اهو، يا دوبك بضغط كده ضغطة خفيفة ما تدوسيش جامد. وكمان بفتحه كده فتحة من النص من فوق، وادي التاني اهو برضو هفتحه كده فتحة من فوق من النص.
هعمل باقي كمية العيش بنفس الطريقة. طيب الفرن بتاعي اللي هو فرن البوتاجاز العادي اهو، هنسخنه كويس خالص. هنحط فيه صينية من تحت، لو ما عندكيش صينية على نفس البلاطة بتاعة الفرن او صينية الفرن نفسها، بس لازم يسخن الاول، ده اهم خطوة. والفرن عالي، نار عالية. وهبدأ كده احط العيش على الصينية بتاعتي في الفرن. شايفين؟ من غير مطرحة اهو، يعني مش لازم يكون عندك مطرحة عشان ترمي بها العيش. بنفس الطبق اللي احنا قلبنا فيه العيش حطينا العيش في الفرن. بالراحة كده هتميليه هينزل معاك. هتقفل عليه الفرن، النار عالية، ربع ساعة لغاية العيش كده ما يشد معاكي ويتنفخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده ابدأي كده قلبيه، لان ساعات الفرن يعني النار بتاعته بتبقى مش متساوية، فلازم كده نغير في الاتجاه العيش عشان كله يستوي باتجاه واحد. انا هنا بعد كده حطيت الشبكة وهرفع الصينية كلها، لان انا مش ما عنديش عيش تاني هحطه. لكن لو انت عاملة كمية كبيرة، هتخلي الصينية دي مكانها تحت في ارضية البلاطة، ارضية الفرن. وهترفع العيش على الشبكة وتكمل باقي العيش في الصينية من تحت. خلاص كده، يعني انا بقول لكم كل الخطوات عشان يطلع معاكم العيش بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنقفل عليه البوتاجاز كمان كده حوالي ربع ساعة لغاية العيش ما يستوي وياخد وش ويطلع معاكم بالجمال والروعة ده. طيب الفرن ساخن، النار من فوق ومن تحت، لو عندك ما عندكيش هتخلي من تحت بس، ومن فوق دي هتولعيها في الاخر خالص بعد ما يستوي عشان يتحمر الوش معاكي. النار بتكون عالية مش بنهديها. لو انت حسيتي ان النار عندك عالية زيادة، ممكن بعد ربع ساعة ما يشد معاك العيش تبدأ كده توطيها سن. خلصنا كمية العيش استوت معانا. اول ما تطلع من الفرن لازم تغطوها، لان طبعا بتبقى طالعة منشفة كده شوية. اول ما تغطوها بتطرى وبتبقى زي المية. شايفين بقى اسفنجي بالامانة كده، طعمه روعة، ما يفرقش حاجة عن العيش اللي انت بتعمليه بخمرتين واللي تعمليه كمان بالعصيدة. هو الفرق بينهم ان دكها لو هتعمل كمية كبيرة هتطول معاك شوية، لكن ده بحيث لو هتعمل كيلو او اتنين بحيث تاكليهم كده على طول. او كمان لو هتخزنيه في الفريزر برضو بعد ما يبرد، هتقطعيه او تشيليه زي ما هو وتخزنيه في الفريزر، برضه هيطلع معاكي بنفس الروعة ونفس الحلاوة. بالامانة كده طعمه تحفة، اسفنجي خفيف خالص. وطبعا عيش شمسي، يعني كده محتاج طبق ملوخية خضراء، او مثلا طاجن سمك، او طاجن بطاطا. يعني بالامانه كده العيش ده بيبقى مع كل الاكلات طعمه روعه. انا العيال مش مستنيه وعايزه تاكل. فدي كانت خطوات العيش الشمسي بكل سهوله. لو انت اول مره تعمليه اعمليه بنفس الطريقه وهتاكلي احلى عيش شمسي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. واشوفكم على خير. باي باي.